الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. طبعا الخبر اللي معانا او الاخبار النهارده اللي معانا هو خبر واحد. هنتكلم على التصريحات اللي قالها الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا امبارح في برنامج ابراهيم فايق، والتصريحات الخطيره اللي قالها. طبعا من اهم التصريحات اللي قالها شيكابالا امبارح مع الكابتن ابراهيم فايق، قال انا كان نفسي اخد بطوله افريقيا، بس للاسف انا ما حققتش بطوله افريقيا، وكان نفسي اخدها مع الزمالك، وكنا قريبين جدا في عام 2016 ان احنا ناخد البطوله، بس للاسف كان في مشاكل عندنا في اوضه اللبس. ايه هي المشاكل؟ قال المشاكل دي ان كان في لعيبه من لعيبه الزمالك في اوضه اللبس كان بيشيشوا، ولاعيبه كانت بتدخن. فهل ده يعني صحيح ان في لعيبه في الزمالك في اوضه اللبس وهي بتشرب شيشه او بتدخن في اوضه اللبس؟ فانا عايز اقول للكابتن شيكابالا انت كنت فين؟ لان انت كنت قائد ساعتها، وان انت كنت كابتن الفريق، فانت المفروض كنت بلغت الاداره ان بيحصل واحد اتنين تلاته مع اللعيبه، وان في لعيبه بتدخن، وان المفروض اللعيبه دي تتحرم نهائي، بس انت دريت عليهم. وللاسف ده اللي خلاك ما خدتش البطوله، لان انت ساعدت في فساد اللعيبه دي. وانا عايز اقول لك انت من الكباتن الكويسه، بس المفروض ما كنتش دريت عليهم. الخبر كمان اللي قاله شيكابالا هو معانا، قال كوسيريو هو افضل مدرب دخل نادي الزمالك. قال المدرب ده كان عنده تكتيك، وكان بيرى اللعيبه في اماكن معينه، وكان بيشوف خطط ما فيش اي مدرب تاني يشوفها. كان من ضمنها قال ان هو شايف ان نادي الزمالك ده او اي نادي هنا شايف عامل زي مانشستر سيتي وعامل زي ريال مدريد، فشايف ان المدرب ده افضل مدرب. قال كمان في التصريحات بتاعته، قال انا كنت اتمنى ان زيزو يجدد لنادي الزمالك، بس بسبب المشاكل داخل نادي الزمالك هي اللي خلت زيزو ما يجددش، لان في نادي الزمالك الاداره بتضارب في بعضيها، فده خلى زيزو ينتقل للنادي الاهلي ويمشي فري وما يجددش لنادي الزمالك. من التصريحات اللي قال نتمنى ان الزمالك يجدد لحسام عبد المجيد، ولو حسام عبد المجيد مش عايز يجدد يا ريت الزمالك يشوف عرض لحسام عبد المجيد ويمشيه، افضل ما يمشي مجانا زي احمد السيد زيزو. طبعا ومن التصريحات اللي كمان قالها، قال وده اهم تصريح، قال الارض دي لو ما رجعتش لنادي الزمالك للاسف نادي الزمالك هيقفل، يعني نادي الزمالك هيفلس، بمعنى صح ان في شركات وفي في رجال اعمال واخدين من الارض، والزمالك واخده قروض على حس الارض دي. عشان خاطر كده هو بيقول الارض دي لو ما رجعتش لنادي الزمالك نادي الزمالك هيقفل، وان النادي مش هيقوم لقومه تاني. فالكابتن شيكابالا قال تصريحات خطيره جدا، ودي من اهم التصريحات اللي قالها. وانا في الفيديو بقول لكابتن شيكابالا انت كنت من افضل اللاعيبه في نادي الزمالك، وكنت لاعب كويس جدا، بس طبعا مشكلتك ان انت كنت رامي نفسك مع الجمهور ومصدر نفسك مع الجمهور، وللاسف انت كشخص واحد مش هتقدر على الجمهور كله، اذا كان جمهور الاهلي او اذا كان جمهور الزمالك او اي جمهور تاني. فطبعا انت وقلت كمان من ضمن التصريحات بتاعتك انا نفسي امسح كل التصريح او كل الكلام اللي قلته لجمهور الاهلي، عشان انا شخصيتي مش كده، واني انا شخص كويس، واني انا الشخصيه بتاعتي ما بتدلش ان انا شخص بقول الكلام ده. بس للاسف هو كان بيسمع طبعا ان كان غلط في اهله وغلط في اسرته، بس هو ما كانش بيتحمل اللي كان بيحصل. بس انا عايز اقول لك يا كابتن شيكابالا انت من اللعيبه كويسه جدا، بس ما كانش المفروض ان انت تحط نفسك مع الجمهور. وكفايه اهم تصريح اتقال عنك من الكابتن محمد ابو تريكه. من الكابتن محمد ابو تريكه لما اتسال افضل لاعب في مصر دلوقتي حاليا مين، قال لهم شيكابالا، وكان نفسه يلعب مع شيكابالا، لان الكابتن محمد ابو تريكه وكلنا عارفين مين هو الكابتن محمد ابو تريكه، لما يقول على حاجه كده ده بتبقى حقيقه، لان الكابتن محمد ابو تريكه ما بيقولش اي حاجه غلط وكلامه كله صح. وطالما قال ان شيكابالا من افضل اللعيبه يبقى فعلا شيكابالا من افضل اللعيبه، وكلنا عارفين ان شيكابالا المهاره بتاعته والاهداف اللي كان بيجيبها كان اهداف كويسه، بس المشكله ان شيكابالا وقف مع ناس او دخل نادي الزمالك في الوقت
اللي الاداره كلها بتضارب في بعضيها، وان كل اداره بتسلم الاداره اللي بعديها بمديونيه اعلى. فالمفروض ان اي اداره في نادي الزمالك قبل ما تسيب الاداره او تستلمها جمعيه عموميه جديده تصفي الحسابات القديمه للاداره القديمه، وان هي تتحمل الخساره بتاعه النادي وتبدا الاداره الجديده في مشروع جديد. استنونا في فيديو جديد، بس اهم حاجه ما تنساش تعمل متابعه وتعمل اشتراك في القناه وتعمل شير عشان خاطر الفيديو يوصل لكل الناس. استنونا في فيديو جديد.